بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد خبركم أحوات خبركنا حاتم العالم تركبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير جزء عما أبسورة النازعات بس إحنا لنا كنقصلنا مالتيو تن آية ناي سورة النازعات كاب حادث قاب حمش تودينا نيرنا حج خانئي كاب آية شدشته كنقصلنا بإذن الله تعالى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى أبسورة النازعات كان مجمرة كنقلص كلنا بزعبا تفالالي حلفنت ناي ملائكة قليس نمرتنا الله سبحانه وتعالى بمحلا جميرو والنازعات غرقا والناشطات نشط أزبل زخلو انتهي عينت تفلالي ملائكة خمس اللو قليس نمرتي وقتلوا أب آية شدش تخاني يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة زبل مالتيو سقاب آية 14 زلو. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة هذه يوم ترجف له متعلقة بمحذوف والتقدير اذكر يا محمد وذكر الناس بهذا اليوم العظيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وهما النفختان في الصور. النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون ثم يموتون عن آخرهم إلا من شاء الله. والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم فيقوم الناس من قبورهم مرة واحدة. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الله سبحانه وتعالى زي آيات مالتيو تي يوم ترجف مالت بتي قانق عربية مالتيو يعني محذوف متعلق زخون محذوف مالتيو. والتقدير يعني تقدير نايتي أبهلا دما يوم ترجف الراجفة مالت يا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر نسخة وذكر يا محمد وذكر الناس السخة أذكر نسب مالتي وينقر نسب بهذا اليوم العظيم زي عابي زخونة ويدمع عزيم زخونة معلت مالتي السخة يوم القيامة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. إذن معلت زين انتهي مالتين اتنكلت نفخة مجمرياون لنا نيرنا بسورة النبأ قليسنا نيرنا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا زبل قليسنا نيرنا مالتيو حجخة كم زبلنا مالتيو كله جزء عما بزعبا يوم القيامة سلزقلت أبزا آيات زخان يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. إذن كلت نفخة مالتين مجمريا إسرافيل كم زبلنا يت ملائكة مالتيو نفخ تي كم دمص غيرو ويدما خم طرمبا عينت دمص غيرو يقبرمو كل سب يموت بحنساء مالتيو التريفو زنبره سب دحريو أبز مونغو مجمريا نفخة زبهال أفتما بالكال أي زخون دار 4 عمت يخوني لهم علماء قتلوا خال أي نفخة دما الراجفة الرادفة مالتي تانا مجمريا الراجفة تبهال مالتها وهما النفختان في السور. النفخة الأولى ترجف الناس ويفزعون تمجمريا الرجف مالت كام دنقاس كام مسنباد مالتيو حدث يعني ارتجف كبهال كله دنقيسو سنبيدو كاب مسنباد زمت مالتيو السشعو كل سبي دنقص مالتيو بحنساب كأي موت إلا ما شاء الله إلا تربي خصنا حزدوليتو زي كوينو كل موت. والنفخة الثانية يبعثون من قبورهم تخال أي تخاني كاب قبري كل سبزوت ألا متصوعتها تخون مالتها تي النفخة زبهال متصوعتها مالتيو وي دمصي حيال زخونه برتعد زخونه دمص مالتيو أتما بالكال أي تخا كل سبك تسيو. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
إذا رجفت الراجفة وتتبعها الرادفة انقسم الناس إلى قسمين. إذا طبعا إذا إتي دمس مسكونة مالتيو ناب كلتا يمقل تسب مالتيو. إذا رجفت الراجفة وتتبعها الرادفة انقسم الناس إلى قسمين ناب كلتا يمقل تهسب مالتيو. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وهذه قلوب الكفار واجفة أي خائفة خوفا شديدا، أبصارها خاشعة يعني ذليلة لا تكاد تحدق أو تنظر بقوة، ولكنه قد غضت أبصارهم والعياذ بالله. لذلك قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي بسورة الشورى مالتيو. طبعا أفتم بالكال أي نفخة مسكونة مالتيو كل سب مستسئة كلتا مستمقالة مالتيو إزياتهم إزهم بتعمل لبهم زفرح مالتيو قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة بتعمل دنجيتهم لبهم دنجيتهم عينما فاتتهم زقبروا تفئوهم سبات زياتهم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة كنملس دينا خال أيلهم بتعمل قريموا مالتهم مخنياتو مويتنا حمد كوينا من ما ينملس نزبلنا برو سبات كفار سلزخونو زي أمنو سبات سلزخونو. إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. كم يجرنا إلى نملس ندقنا عتمين يرنا حمقشتو خوينا كم يجرنا إلى نملس يلوم مالتهم حجين دحرت مليسنا زسي بخسارة خمزخونو مالتهم. وهذه قلوب الكفار إذا أمكا نايك لبي نايتهم كفار زي أمنو سبات مالتهم أي خائفة خوفا شديدا بالطعم فريحهم مالتهم عينهم يعني أفات إتهم كأس قبروت أفئوهم. أبكالا آية خاب سورة الشورى وتراهم يعرضون عليها خاشعين فريحهم بك عينهم كمان قلح خبلوسي كما يجيرهم ينقلح خبلو يعني خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي يعني سبحان الله. وأما القسم الثاني إذا خاتم بالكال أي جروب مالتي ويتم كال أي سبات فقلوبهم على عكس قلوب هؤلاء. ويدل لهذا التقسيم قوله قلوب يومئذ بثقة النكرة إذا أتم كال قلبي مالتهم ويتم كال أتسبات مالتهم أنصار نايتي قلوب يومئذ كبلن كله فبثقة منكرة مالسي زقلص أيكونن بمعنى قلوب يعني نكرة مالتي اكل زي يكون فيكون المعنى وقلوب على عكس يعني بأنصار نهاتهم دما نايتهم فريحهم زنبرو عينهم تخمز قبرو أفاتيتهم بيسهم كأفزيزهم كأسيلهم زرئوا مالتهم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة زجرة من الله عز وجل يزجرون ويساح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن قاموا في بطنها. قال الله تبارك وتعالى وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم. ولهذا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر بسورة القمر آية 50 يعني أن الله إذا أراد شيئا يقول له كن مرة واحدة فقط فيكون ولا يتأخر. هذا على قول الله لحظة كلمح البصر عن قول الله سبحانه وتعالى لحظة كلمح البصر والله عز وجل لا يعجزه شيء. فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. كما قال تعالى وما كان الله ليعجزه عن شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا بسورة فاطر آية 44. سلزي زوم قرب زي مالتهم قلوب يومئذ واجفة خبلنا كله بنكر عينت غيرهم تقلنا مالسي اكل زي بلو مالتيو زي اتم سبات زي كاني بتعمي ابحما كنتات
كم زخوني إزجلت ألنا زآيات زي أنصار نايتهم بخير الزربولهم جنة زأتو سبات ناتاتهم أنصار مالتهم زي أمتهم كفار فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يعني زجرة من الله عز وجل يزجرون ويسح بهم يعني زجر مالتي دمسي ويعاولك هتصوع خلخا فكم عينت مالتيو حجي النفخ خمتسن كله يعني يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة زمنا مالتيو زي بحمق أتصاوع غيرهم يمتصوا مالتيوم الله سبحانه وتعالى كل زكاء على قويتا زي كل أوان أب قبري تقميت مالتيوم متقرشتاجن أفتي تعزز أفتي زي رب زي ودعو معلت مالتيو يوم القيامة خأكل كله خاب قبره كان بحدش ندجنا يوتس مالتيو إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون بسورة ياسين 53 كمتي الله سبحانه وتعالى زبلنا مالتيو اتي صيحة ويدمات دمس مسكونة رب العالمين كن فيكون له كل تقبر زنبرة بحساب كتسيء مالتيو كل الخلق كل بني آدم كاب آدم عليه السلام جميروس قام متقرشتا بني آدم يوم القيامة تصنح حساب مالتيو أحياء ندقنا خاب قبري تلعيلو ندقنا ناب حساب كقربيو ثم يحضرون إلى الله عز وجل كما مالتيوم نمنتاي حساب عقاب كل واحد سيسرحو بتي زحلفوا أب الدنيا كركبي مالتيو فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة الله سبحانه وتعالى بحانت دمس يكون فيكون زبالو قويتا مالتيو يمتصو ناب حساب يقربوا مالتيوم كمتي أبكال آية زبلنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر رب العالمين كن أبكون يخلت رب العالمين كن تيلوه زس أن إحنا قريلن كل نجر قلت في خون مالتي كن تيلوه مرة واحدة فقط فيكون ولا يتأخر هذا عن قول الله سبحانه وتعالى من كيدون قوي كيتسنحي أبترب كون زبلو يخون مالتيو بزينا نحن خنرد زلنا الله سبحانه وتعالى خندي قدرة خمزلو عزيم كم زخون خلته مخنياتو اتهم رب خلق الناس أي ملسنانيو مويتنا حمخشتكن كونينا إلهم زاربو زنبرو خندي قفع زاربو زنبرو يوم القيامة بعينهم كريئو خلو كندي دنقاطع زبلوون زقبروون كتقفوا أمي مالتيو نسأل الله العفو والعافية ربي سلمنا ربي كفتم خير الناسات يقبرنا مالتيو لأنه الله سبحانه وتعالى نهاتو عزم نهاتو قدرة زفلت أسب كل نجر كم زكالو رجت أن يخون مالتيو وما كان الله ليعجزه عن شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا رب العالمين أب مريت يخون أب سماء يخون أب الدنيا يخون أب آخرة يخون ولا حنتين رب زابيو نجر يلن مالتيو سلازي إزي تي ناي يوم القيامة أخيلوس أب حساب نقربلو فإذا هم بالساهرة تي ساهرة خا تبوتا نقبلو كل سبز نقبلو بحد بوتا شعوي مالتيو قتلو دحري آية 15 زل مالتيو هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بالمالتيو نمزخر زأكل من البات كما جمري عيبالكم كيكون إذي أكفال تفسير جزء عما خينون سورة النازعاتنا نفسر زلنا مبل شابعي كفالنا زلنا مالتيو إذا آيات الزخاء مالتيو آية 15 سقاب 26 الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى مبينا ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى هل أتاك حديث موسى الزخاء طبعا ناي قرآن جمال القرآن يعني سبحان الله كل جزء مستي كونتات زنقلت لنا مالتيو انتي كم زخون كقلت لنا خلو مسؤوخ أبو زح جزء مسالتات ناي قدم حجز نبرو ويدما سبات كما نادك سبات كمي كم زخون كل جزء مسالتات يمتصلنا رب العالمين مخنياتو خاباتهم بزح نجر كن مهار مالتيو الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوه
تعالى مبينا ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى هل أتاك حديث موسى، والخطاب في قوله تعالى هل أتاك للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يأتي خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد، وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان حديث موسى. إذا طبعا إذا خطاب إذا خانئي كقلت لنا خلو هل أتاك حديث موسى إتي تسوع زلو طبعا رسول الله عليه وسلم نمجمريا جن نزخونه دحري إذا متصدما نأمته نزخونه سبك أني تفلت أدوني ويدماني ورد لكم بزعبة موسى ويدما بزعبة فرعون مالتيو هل أتاك حديث موسى مناي موسى مس فرعون تاريخسي تفلت دوز بالمالتيو. طبعا قدمنا في آيات تمتاونا خاني أبزي قليت وزلو خاني نرسل الله عليه وسلم قصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. إذا قصة وي تاريخنا موسى زنقلت لنا ويدما نايتم كالوت أنبياتات زقلت لنا اتي زبالت تاريخ زبالت قصة مالتيو بسورة النساء آية 8 ومن أصدق من الله حديثا، يعني ناي رب العالمين زنقرنا كل حق مخانو وذلك لتمام مطابقتها للواقع. اتي قصة ونأبنتنا موسى عليه السلام مس فرعون مس هزبو انتاي كم زقبرخ نقرنا خلو قرآن كله حقيقة زخونة نقر مالتيو كفانتاسي زمت ويسأل كابع لخاز بالكايو أيكونن قصص القرآن كبهال كله كمان نم تاريخ ويدما كمان نم ترت ويدما لبولد ويقلق نواداد رأي نخلينا مالتي مخناتو إزيك قالنا يربيو حدا حق زخونة نقريو، لكن قصة خبهال كله سبز صحفوقن فرقو خابنا يبعلو هيواتكم تصوي خيل كابنا يكالو سبات هيواتكم تصوي خيل قليو ناي فانتاسي قليو ناي بحق خون خليو. القرآن جن كل قصص القرآن زنقرنا بزعبات فلا ليو ذكرنا مالتيو حق زخونة أبهيوت أبتكبر زوا على نقرات مالتيو. وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بسورة يوسف آية 3 مالتيو، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. نمنتاي أحسن القصص كونو تزبلت ياتا ويدما تاريخ نبرة حجي تاريخ قصة خبال كله نبرة يجن نبرة خبال كله ناي كال إسب زنقركا قرآن زنقرنان حادي يكونن إزي ناي بحق إزخونا نقر مالتيو. كم تي رب العالمين زبلوا بسورة يوسف آية 3 نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك الاشتمال هايلو على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. تخكل قنقا عربية خوينو بتعمي درجة زعبية درجة خوينو تي قنقا متباقون كرد أكاز خيلن معنو دزبلن خوينو كم أدما قلت زخونو خوينو وحق زلوو استمركوس خوينو مالتي. وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني نتوم حنقول زلوهم سباتسي بسورة يونس آية 11 مالتيو. سلازي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق مالتيو، وهي 3 أقسام 3 قسم مالتيو: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. زي حجي أب 3 مقيلوا مالتيو أتم قصص الأنبياء أب قرآن تقلت لنا ويدما قصصنا قرآن تقلت لنا رب العالمين مالتيو أب 3 أقسام مقيلوا. عفوا يا آية طبعا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسورة يوسف مالتها 210 حدا. سلازي أب 3 قسم وياب 3 كفال غيروا مالتيو تم مجمريا قسم عن الأنبياء والرسل بزعباتهم أنبياتات تم زعمنوا مسؤوم تم زعمنوا سبات بزعبهم زعباتهم كافرين. وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم
كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. حجي توم قال أي جروب كأني تفلاليو والكسبات يكونوا نابنت كم مريم أديون عيسى عليه السلام لقمان الحكيم زبهل والذي مر على قرية حدد ما نبحنت ختمة بتعمي زعنوت كان ختمة ويدما نشتي ختمة حليف مصر آيا مالتيو زس منيو دحرز كله تبلاش سكعريلو رب العالمين دحريو أميتو نسون أدقون مالتيو بزعبو قتلوا خاب زعبا ذو القرنين زبهلو بزعبا قارون كا وأصحاب الكهف دما بزعبا زيوم أصحاب الفيل توم نماكا مجأم كفرسوا كاب يمن وكاب حبشا زموت مالتيوم أبرهة فا كمجمريا رسول الله عليه وسلم كي مجأ مالتي كي النبي كي كونه بسورة الفيل زلا بعام الفيل توليد رسول الله عليه وسلم بزعبوا أمنا أبنت قلت لنا مالتي وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذي توم قدم زنبر مالتهم دحريو خاني أب رسول صلى الله عليه وسلم وان كأ زترخبه نجرات ما قرآن نجرنا كقصة غزوة بدر بزعبة غزوة بدر تورنت زجبر الرسول صلى الله عليه وسلم بدر أحد الأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك زيوم كأني أبتينا وان الرسول صلى الله عليه وسلم ناتهم تاريخ كأ كم الوليد بن المغيرة قال بزحت له قصص قلت لنا بزعبات تورنت الرسول عليه السلام زوج مالتي أبناء بدر تورنت أبناء أحد أبناء أحزاب استات مالتي بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر بسورة القمر آية 4 مشتمالتي إذا خاني رب العالمين حكمة نهاتو تي نايكالوت أخبار كتسمع خلخا حماق زقات نعبنت نايتهم كفار متأرشتو انتاي كم زخونو تفلت كلخا ولا تم قدم رسول الله عليه وسلم زنبورو ولا تم عبزمن رسول الله عليه وسلم زنبورو كم فلت كلنا نحنا خاب تمرت تماهرنا نخوم كي نخون نتسعر مالتيو يعني حكمة اللو مالتيو قتلوا خا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك بسورة هود آية 101 كأني رب العالمين كأخم زي زلم نزخونا سب بتي سرحو كم زفردي قلت لنا مالتيو نمنتاي اتي مقطعتن اتي فردن كاب رب العالمين لك عمستي سرحنا يتود سب زخيد مالتيو اتوم رب قديفهم كالوت خالق زجزو زنبرو دما يوم القيامة خون كله في حساب عقاب كأني زدحنهم سبع يرخبون يوم مالتهم سالسين نتبخ أني بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر بسورة القمر كأني آية 3-4 مالتيو إذا طبعا نايتم مكذبين نايتم حسوتي وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم من رب العالمين لناتم ناي مجمريا إذا خاني توم حقنياتات دما كمنا أبنت قوم آل لوط عليه السلام نتم هزبو خطفهم كله نعون نبيت سبون ربي كم زد حنوم نمنتاي خيرنياتات زنبرو سلازنبرو بتنعمانا يا ربي أمسجنهم نربي تجزيهم زخدو سلازنبرو ناتاتهم كأ صبق فردي خمز رخبو ربخا صبق كم ذهبوا ميقلصلنا لك خمتم حماق غيرهم حماق تقاطعوا زقلصلنا نايتهم صبق زغبرو سبات كا صبق مطرشتهم مخانو خا يقلصلنا ماتيو نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة خجبرلنا خمتم صبق استدمدم هوتهم ربنا عناونكم يجبرلنا جميعا المسلمين والمسلمات اللهم آمين. رابعي كأني رسول الله عليه وسلم كأني زقلت قال له مالتيو تسلية نعوك بتش جرزنبرو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم
فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. بسورة فاطر آية 25-26 رب العالمين يبلوم اللو مالتهم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم زياتهم نعخا مؤمان أبي مخا ولا انت حسوسي تقدمي زنبرون كم أحسيهم يوم جاءتهم رسلهم تم أنبياتات زموتهم مالتهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير رب العالمين زخلوا لي أخلهم حسيهم أين أمن اللهم مالتهم ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. رب العالمين كم يجيروا كم زت فأم كرب العالمين قال يسألوا مالتهم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال زي تي قتلوا ناي رب العالمين قدرة زقلص مالتيو أما أتوم حما أزقبروا كما يجيروا رب العالمين كم زت فأم حجون رسول الله عليه وسلم أي جرام كمالتيو نعخون قم إلهم حساو تبلوخا أي جرام كا مخنياتو تم قدمي حج زنورو أنبياتات زموت قدمي خاون نساتون كندي حماق نجر تباهيلهم مالتيو. حمشاي ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه وإذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسورة الأنبياء آية 8 وقوله تعالى وقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسورة الروم آية 4 إذن مبل حمشاي نتبخا رب العالمين نتم إيمانياتات إيمانهم كبرتع እንደገና ከዓ ኣብቲ ዘለዎ ቀጥ ክብሉ ነቲ ኢማኖም ኢማን ክውስኹሉ ምክንያቱ ነቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ኢማንኛታት ጀሃድ ገይሮም ረቢ ከም ዘዕወቶም የፍልጦም ማለት እዩ የፍልጠና ብቁርአን ንምንታይ ፈስተጀብና ለሁ ወነጀይናህ እቶም ካልኦት ከመረ ዱዓ ረቢ ለሚኖም ካልኦት አንቢያታት ረቢ ለሚኖም ረቢ ከዓ ከም ዝሰምዖም እሞ ከም ዝሓገዞም ከም ዘውፅኦም ካፍቶም ሙጅሪሚን ማለት እዮም ከም በዓል فرعون أبنت سيدنا موسى نهزبو خساق يوم يلو رب العالمين حجزوهم أدحنوهم مالتيو. لذلك اتهم أنبياتات قد محجز متسوزنبر مالتيوم حق نجر حجم متسونيرهم فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعاتهم نتم أنبياتات رب العالمين حجزوهم نتم كافرين جن رب العالمين أطفئوهم قطعوهم مالتيوم. أن الشاد شيء نتبخأ تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. بسورة محمد آية 10 مالتيو إذا خانئي نتم كفار دما يتنققهم الله رب العالمين أي كدندو أي رئندو أي استوعلندو عالم زيرهم أيري إندو قد محجي خندي رب العالمين زاد فوق سباتسي قاب أمدخ مهارو أي كل يوم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. رب العالمين نوتهم كفار كأقول جزاب زخون زمان ربي كم زي دمرهم إذا آيازنا جرنا مالتيو. سلازين زوم كفار كأني أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها زبل مغنياتو كمهارو ساتمون كافت زلوا كفر واتيوم نفتي إيمان نخاتو رب العالمين برضو قريت لهم مالتهم. شابعيك نتبقى إثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى تلك أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. بسورة هود آية 4 إزيد ما تقصص الأنبياء خانئي حدا خافت ملكوتون تايو إنه رسول الله عليه وسلم حق أنيا نبي مخانو مخنياتو نايزوم السابقة نايزوم زحلفو هزبتات رسول صلى الله عليه وسلم أيفلت النيرو لكن ربي سلزنو قرأ يفليتون عنا ونفليتنا مالتيو. سلزي وقولها أيضا ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. بسورة إبراهيم آية 9 إذا خمان برضو بزعبا نوح
بزعبة عاد قوم عاد زبهلو بزعبة قوم ثمود وسي أي تفلتون ديكم ناتم أخباركم بجاك ربي خالق فلتو أي نبرماتي. ومن القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف ومنها ما يأتي متكررة حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة ولا يكون هذا التكرار على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعد جوانب القصة في موضعها دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار طبعا قصص القرآن عند حرقنا يدما نأبنت حاجة جيزت رئيس ذكر قصة له نأبنت كم قصة ناي لقمان عليه السلام قصة أصحاب الكهف وتم أسي بعد تزأتو مالتهم زي أي دقة من مالتي حاجة قصة أب حاجة بوتايو كالي قصات جن نأبنت من موسى عليه السلام زبزح تاريخ زنجر مالته وي قصة زنجر موسى عليه السلام مس قوم فرعون مس فرعون ومستهم هزبي بني إسرائيل بتفالى آياتات بتفالى من قد يقلصلنا إذا خا مدقام سقيل زسلشو مدقام زي كونس انتاي دقا حنسا أزرار قلالصا يغير حنسا دمس يغير حنسا تفالى عينة تفالى سئلي إزبكا سبحان الله إذا ما إعجاز ناي قرآن يزرئينا مالتيو بسورة إبراهيم مالتي زبلنا يا آيازي. ومن القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة كم زبلنا كم ناي قصة لقمان أصحاب الكهف حدا جزء زي دقم مالتيو سلزي أبتخالق خاني خذكر كله أفتي بنوح زبالة قلت أنا أفتي بحث زبالة أفتي بتفصيل أفتخاني بزي تفصيل على حسب الحاجة خمتي كونتاتو مالتيو. ومن الحكمة في التكرار تي مدقام حكمة زلود ما بيان أهمية تلك القصة التي تكرارها يدل على العناية بها. تي مدقام دمانين أبنت حج خم قصة موسى عليه السلام تي مدقامان بعلاسي رب العالمين أقداس نقرس لزخوني بتفعل عليه من قد نجيرو دقاقيمو يردنا مالته قال أيضا ما توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس أبنت إذا خونت تدقاقم قصة بقرآن اندحر الله خاء رب العالمين قبل بنا تحضر مو خين رسعو رقص أنيا نخون كون كنردقنا يلوز دقاقم لنا مالتين برنا مثل شاوز أكل أيكونن. مراعاة الزمن واحد وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية. طبعا مبزحته جزيد ما تي قرآن سور أم مكة زورده نسنوح زبالة خنرو أن خلينا أم مدينة زورده خاني حتى زبالة يخون مالتيو كم تخونتاتو يفعل على مالتيو. طبعا تزداقاقم كأيلو بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها. تزدقم تدقاقم زمت أب قرآن من دحر كوينو تاريخ مالتي ويتقصة أقداس النت كم زلوا إزقلت لنا مالتيو. قال أي كأتوكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس كم زبلنا يو أبلبو سبت كتصنح كيرسع مالتيو دحر كمراعاة الزمن وحال المخاطبين ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية. طبعا تي الزرار بخاني كافت بوتان كافتي كونتاتن كاير خليو ام مدينه زورد قرآن اب مكة زورد قرآن مالتي كفاله يخليو بيان بلاغة القرآن في ظهور القصص على هذا الوجه ذلك الوجه على ما تقتضيه الحال. تي قصة نبعلوسي بلاغة وبما بيان كم زلوه بزح نجر كم زرد يزقلص مالتيو ويقتدي ما تقتضيه الحال ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله. طبعا اتي تاريخ نبعلو زنقرنا بقرآن كا أب حق وعيلو خنر إن كلنا كندي حكمة خمزة لو يبرهلنا مالتيو حيث أتى لهذه القصص متنوعة حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. سلازي زد ماني انت إذا رأينا اتي تفعل لي قصة خمت أخلقها زو وقع نقرأي متسنيو اتي أقال لتعون بتاع متسبقون مالتيو أصول في تفسير لفضيلة الشيخ رحمه الله
إذا خاني تي أجلال أو دم أفاسسرا ناي شيخ ربي رحمه الله ابن عثيمين زجلس مالتيو إزي بزعبة قصص القرآن ويدما القرآن تاريخ زنقرنا بتفعل عليه كم على هامش جليس ولكن مفلاتنا بتعمي أقداس نقر سلزخونة ذكرية مالتيو طبعا إتي هل أتاك حديث موسى حجي بزعبة موسى خجلت لنا كله بزعبة عيسى بزعبة كلهم أنبياء خجلت لنا كله إتي قصص القرآن انتهى عينة مخانو انتهى ترجمو انتهى معنو انتهى من انتهى تدليلنا نحن خنردو قلت إيه خون لنا مالتي زخر فلت كلنا لأنه هل أتاك حديث موسى خلو خلو الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته مالتيو وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان حديث موسى وهو ابن عمران موسى ابن عمران ود عمران كان عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل توم كافتم زبلت أنبياتات ناي بني إسرائيل نير مالته وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم توم كافتم حدا كافتم حمشته أولي العزم زبهلو مالت أنبياتات يوم محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام ونوح عليه السلام زيهم حمشت أم أولو العزم زبهلو خمتي أب قرآن رب زقلت لنا وقد ذكر هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين أحدهما في نوح وإبراهيم وموسى عليه السلام أب سورة الأحزاب مالتيو وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أب سورة الأحزاب آية شوعة مالتيو والثاني في قوله تعالى ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بسورة الشورى آية 10 وحديث موسى عليه السلام حديث موسى عليه السلام ذكر في القرآن أكثر من غيره لأن موسى هو النبي هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت قصص موسى أكثر من قص علينا من نبأ الأنبياء وأشملها وأوسعها في قوله تعالى هل أتاك حديث موسى تشويق للسامع وليستمع إلى ما جرى في هذه القصة. طبعا موسى عليه السلام كأحد خفتم من أنبياء بني إسرائيل ويدمان يهود زنبرة مالتيو بتعمي أقدسي نبي نيرو مالتيو خفتم أولو العزم حدائيو ولذلك بزح نقرات بزح عبراتاتنا كاب قصة موسى عليه السلام مس فرعون نمهار مالتي كم زنبرو تم بني إسرائيلون أتبقى أنا خنفلط من دحر دلينا نايقدن سورة البقرة خنقرأ لنا لأنه كل زبزح قصص بني إسرائيل أو إنا نرخبو مالتيو نبعلو اتي الجامعة هل أتاك حديث موسى قبل كله تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة يعني فليت كادوني سمع خادو بزعبة موسى قبلك خلو قرآن قبلنا خلو مالتيو يعني نحن سحبهان قوتا كنرد انت يكون ترقات إمويلنا خنفلت بخوم يقلت لنا مالتيو إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ناداه رب العالمين تسوعوه مالتيو ما تسوعتا عز وجل نداء سمعه بصوت الله عز وجل ربي ززاربه مس ربي تزاربه نبي حدا السو موسى عليه السلام مالتيو تسوعوه رب العالمين سمعوا بعلو بإذن السمع مالتي إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى تسوعوه بدمس سمعوه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا رب العالمين له تسوعوه مالتيو أبي أبتي جانب الطور الأيمن أب تعشموا مالتيو وناديناه إلى جانب الطور الأيمن أب الشام مالتيو وقربناه نجيا رب العالمين كأخمز أقربه أب على فلسطين بوتاتات زلو مالتيو موسى زنبر الله عليه السلام أب على مصر يعني بين الشام ومصر سلزنبرت خنوتات تاريخنا هاتو استرخبه رب خمس أو عمه وناديناه إلى جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا إلى رب العالمين بسورة مريم آية 5 كلتن وقوله بالوادي المقدس طوى هو الطور والوادي هو مجرى الماء وسماه الله تعالى مقدسا لأنه كان فيه الوحي
إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقوله طوى اسم للوادي اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون كان ملك مصر. سلازي زي رب العالمين صوعوا له بوتا مالتيو بالوادي المقدس زبها البوتا هو الطور زبها البوتا. الوادي وهو يجري الماء يعني ما يزخدوا بوتا الطور يبها المالتيو وسماه مقدسا بالوادي المقدس. اتي تقدس لما أوت وحي زورد اللون موسى سلزخونه رب العالمين مقدس ويدما مبارك زخونه بوتا غيرو مالتيو. طوى خاني اسم للوادي يعني اتي بوتا بالوادي المقدس طوى زبهال سشمونيرو مالتيو. تحرئوا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. رب العالمين تصوعون موسى أبزي مقدس زخونه بوتا طوى زبهال مالتيو تأزاز هيبو رب العالمين انتاي خقبريو السخاني اذهب إلى فرعون إنه طغى. ناب فرعون كأني ناي جبسي ناي مصري أفتوانتي نجوس زنبرة مالتي أفتوانتي طبعا كلهم أب جبسي زنبرو نجوسات فرعون لهم يتصوعون نيرم مالتيهم. أبناي بعل روم زبهالو خاني كيسرا زبهالو نيرم أب بعل حبش زنبرو خا نجاشي ويدما نجاسي تباهي لهم يتصوعون نيرم. تفعل أسمات نيروم نوتم رؤساء وينوتم حلفتي أبتفعل عليه بوتا مالتيو. سلازي أب فرعون ناي مصري أب موسى زنبرة فرعون أبناي جيزة موسى زنبرة فرعون مالتيو أبناي يوسف زنبرة فرعون يكونن يفعل عليه مالتيو كلهم فرعون يبهلو جن يفعل عليهم. إتي فرعون مالت متقوعنا هاتهم نايت نقسنت مالتيو. سلازي رب العالمين يلو اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذا فرعون زحجي أبناي جيزة زمن ناي موسى زنبرة فرعون مالتيو وينما نقص مالتيو. فرعون كان ملك مصر وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله إلا غيره كما قال تعالى. كم ترب العالمين زقلت سألنا مالتيو فرعون كأنتي اذهب إلى فرعون إنه طغى مالت كمت أن لعلبك أحلفه أبزحوه أقديدوه بقى زبها زي بها النقريلو نسود ما انتهي بلوم نيرونتهم هزبي أنا كوي ربكم أنا كوي خليقكم نعي تجزؤني يبلوم نيرمو ني موسى اسكخيد رخبو نفرعون يلو تأزاز رب العالمين هيبوه. سلازي أبزيت أتوكنا بلينا ساعتنا سلازي أخلي أمت أي كفال سقاب نقص المالتيو. نسأل الله سبحانه وتعالى عمرن عنان ربي هبنا اللهم آمين. زي أخا شابعيت كفاليا أبتي مجمري أخا أتخلقوا سلازي قلت كلكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى وأن يجعلها صدقة جارية رب العالمين صدقة جارية يكبر لنا ويقبل لنا نخلاتنا تزاربتن سمعتن رب العالمين أجر يقصر لنا مالتيو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص أعمالنا كلها جميعا إنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.